بيجي يشوف لك بيديك جدول اللي هو فيه الانحرافات المرصوده اللي انت رحت جمعتها. وانت هنا لما بتعمل عمليه التصحيح، لو انت شفت رقم اكبر من رقم، او بدات تلاحظ ان في حاجه غلط، الفرق بتاعي لما طلع رقم اكبر من رقم اداني فرق اعلى من 180 او اقل من 180، مع ان ستاندر عنده لازم يكون الفرق بتاعه بيكون كام؟ 180. تمام كده، لازم الستاندر ثابت، الفرق ثابت دايما 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 180، ما ينفعش ان هو يتغير. هو ده السؤال لما كنا بنتكلم ونقول نكبر الصغير ونصغر الكبير، ده في حاله ان لقينا الفرق اكبر من 180 او اصغر من 180، فهو الستاندر بتاعه 180 ثابت. فهو دي الانحرافات اللي هي المرصوده، اللي هو الراجل راح جاب القياسات بتاعتها، وبعد ما جه يقيس حس ان في حاجه غلط. لما جه جمعهم الاثنين او طرحهم الاثنين من بعض، بدا يحس ان في حاجه غلط، الفرق مش ثابت معاه، مع ان الفرق عشان يطلع الارقام دي صح لازم تكون الفرق معاه ثابت كام؟ 180. تمام. طيب حاجه اسمها انحرافات مرصوده اللي هو جابها، وفي حاجه اسمها الانحرافات المصححه اللي هو بدا يصححها عشان توصل لل 180. تمام. فلما يجيب لي جدول بالشكل دهوت اللي قدامي، اول ما تلاقي الراجل ده الفرق بتاعه 180، تعرف ان القرايات بتاعته الامامي والخلفي الاثنين ولاد ناس، الاثنين محترمين. تمام. الراجل ده ما بيكذبش، القطنه ما بتكذبش خالص، يبقى انت تاخد منه وانت مغمض، اشتري منه. تمام كده. فلما يجي هنا يقول لك الانحرافات المصححه في الامامي، انت هتروح ناقل له هنا كام؟ هتاخد ال 62. لما يجي يقول لك الشكل رقم واحد، الرقم فيه كام من غير معادله، من غير ما تروح تعمل معادله، يبقى الشكل رقم واحد 62 بوينت ايه؟ بوينت 5. قلنا 5 ديت او بوينت 5 ديت اللي هي يا باشمهندس محمد اللي هي الدقائق، صح كده؟ مش احنا كنا قاعدين بنقول دلوقتي دقائق ودرجات وتقسيم ستيني ومئوي؟ فدي اللي هي مين؟ اللي هي الدقائق، اللي هو 0 5 ده. المهم انت هتاخد ايه؟ ال 62.5 تنقلها له هنا في الامامي. ليه انا نقلتها في الامامي؟ لان الراجل ده محترم، الراجل ده ما بيبيعش حاجه من عنده فيها شك. الراجل ده تشتري منه وانت مغمض. ليه؟ الفرق بتاعه 180 والستاندر في المواصفه كام؟ 180. يبقى انت لو جالي قال لي الخلفي بكام؟ اقول له ب 242. ولو جه قال لي الفرق بكام اقول له 62. ده بالنسبه لدي، بتنقل من هنا زي هنا اهو بالظبط كده. جبتها ازاي؟ لو انت عاوز تجيبها بالمعادله، بتروح جاي طارح كام؟ 242.5 من 180، هيديك كام؟ هيديني 62.5. تمام. قلناها كده بالحركه السريعه، وقلناها كده ايه لو انت عاوز تجيبها بالمعادله. تمام. الراجل ده 180، اشتري منه وانت مغمض. تمام كده. لما يجيب لي المعادله ديت في الامتحان، يجيب لي الجدول ده اهو، يديني الحرفات المرصوده والحرفات المصححه، ويقول لي روح عند المصححه قول لي هنا الناتج بكام. يبقى انت طالما هنا 180، الراجل ده ما بيكذبش، الراجل ده محترم، شكل ابو مالك كده بالظبط. تمام كده. اشتري منه وانت مغمض، بيعمل لك دعايه اهو. يبقى انت الامامي هنا خده من الامامي هنا، لو طلب منك الخلفي هنا خده من الخلفي هنا، طالما انت عندك 180 خد منه وانت مغمض. طيب انت ما حسام ما تشتغلناش، عاوزين نعرف هنجيبها ازاي؟ هتجيب الامامي، هتروح جاي طارح الخلفي من الفرق يطلع لي الامامي. تمام كده. سهله ديت الاولانيه. تمام كده ولا ايه؟ تمام. طيب لما جينا في رقم رقم اثنين، انا لو جايب. حد هيشتغل بآلة يا جماعة، لو ورا حد عاوز حسام يشتغل؟ أو هو بيتكلم برضو، انتوا ممكن تستعملوا آلة أفضل لكم، هتلاقي الموضوع سهل يعني. اه عشان تبقوا متاكدين بس من الارقام اللي بتطلع، ممكن يكون الارقام دي غلط. هي الدرجة ب60 دقيقة صح كده؟ مظبوط، هي ايوه. الدرجة ب60 دقيقة. لما بتيجي تقسم مثلا، ما بتوزع لو في زيادة بتوزع الزيادة على الاتنين، نص ودي درجة هنا طريقه، ونص درجة هنا بحيث إنك تتعوض. ودي طريقه، صح. ودي طريقه اللي الدكتور كان بيشرح برضه بيها، دي طريقه اه. تانيه. بس دي هتحس معاك ان هي بتلف معاك وهتتوهك شويه، وتطرح كام من كام وتشيل الفرق من ده وتروح هتبقى ايه صعبه شويه. انما انت لو رحت جاي واخدها على طول الخلفي طرحه من الفرق، هيروح جاي مديك الامام على طول. بديك الناتج على طول. معاك الطريقتين، هما الاتنين أسهل من بعض عامة. اه الطريقتين اسهل من بعض. فهنا هتبص تلاقي هنا بيقول لك ايه اهو، هروح جاي طرح الخلفي اللي معاه آلة، هيطرح ال 242.5 من 180، هتروح جاي مدياله كام؟ 62 بوينت كام؟ بوينت 5. طيب انا واحد من الناس، انا في الامتحان هخش لو لقيت الفرق 180، على هنقل وانا مغمض عينيا على طول، هاخد ده اروح جاي ناقلهم هنا اهو. الخلفي طلع نفس الخلفي هنا اهوت، الخلفي نفس الخلفي اهو، الامامي نفس الامامي، الفرق نفس الفرق عشان فرق 180، ما فيهاش كلام خالص. لما هروح للثانيه اللي هي الفرق بتاعي كان اكبر من 180، وانا لازم اوزعهم بالمناصفه عشان تجيلي كام؟ 80. 180 لازم تطلع 180. الراجل ده لا كذاب، الراجل ده غشاش، الراجل ده مش مننا. ليه؟ لا نراجع وراه، ده 100، ده 181،
واحنا بنقول ان الفرق ستاندر ثابت عندنا كام؟ 180. فهيبتدي الراجل يوزع بالمناصفه، تمام، عشان يطلع لي الفرق هنا كام؟ 180. فانت هتروح عامل ايه؟ طارح اللي هو الامامي من الخلفي، يطلع لي هنا بكام؟ بيطلع لي هنا ب 180 صافي. وكده كده دي الطريقه بتاعت الطرح. وكده كده وانت مغمض عينيك، لو انت مش عاوز تعمل المعادله وطلب منك رقم 2 في الفرق، الفرق ما بيتغيرش. بص في العمود ده كده، الفرق ما بيتغيرش في المصحح، الفرق ما بيتغيرش، 180 ثابت. انقل ال 180 وانت مغمض عينيك، هتطرح ديت من ديت هتطلع برضو 180. تمام كده يا جماعه؟ بص يا حسام، تمام. هو برضك عشان ما تلفش مع الناس، انت مم. الزيادة عندك كام درجة؟ الدرجة دي ب60 دقيقة، تاخد 30 نصها 30 تحطهم على ال 141.44، وتاخد برضك نص درجة تحطها ايه على ال 200. هي دي 300 ولا 200؟ انا مش شايف. على ال 300، على ال 221 تقريبا، صح؟ انا مش شايف. على 321. اه، وهتطرحها من بعد اديك ال 180 ثابت على طول. اه تطلع ثابت معاك على طول. تمام كده. عرفتوا الثلاث طرق. الدنيا تمام. حد عاوز يجرب بالآلة؟ حد عنده استفسار؟ احنا موجودين عشان لا، لو فيها قولها استفسار. الخطوة دي تاني كده بس بالراحة. ده انت اللي كنت قايلاه. احنا هنا يا الفرق عم هنا كان. بعيد اتفرج يا عم حسين، بلاش إحراج، قولي الخطوة دي تاني. انهي خطوه؟ اللي لسه انت وميدو كنت بتقولها. هو الفكره هنا ان هو ايه، هو هنا بيحسبها بالدقائق، واحنا قلنا ان الدقيقه او الساعه فيها 60 دقيقه، وال 60 دقيقه فيها 60 ثانيه. فهو هنا لو حس ان هي في واحده اصغر من واحده، هو جاي هنا اعلى، الفرق اعلى من 180، فبيبتدي يشيل من الدقائق، بيشيل من الدقائق ديت يحطها على ديت عشان يوصل. ما هو هنا ده الكبير وده الصغير، هيشيل هنا منين؟ ما احنا هنبتدي ايه، نصغر الكبير ونكبر الصغير. تمام. ليه؟ عشان احنا عندنا اعلى من 180، اعلى من 180. في حاله ان هو اكبر من 180 كنا بنعمل ايه؟ فاكره كان بنقول ايه في السؤال فوق؟ لو اكبر من 100 من 180 نكبر الصغير. يبقى احنا هنكبر ال 141، هنشيل دقايق من هنا نحطها على الدقايق اللي هنا عشان يطلع، هتلاقي بعد كده راح جاي طلع لي هنا 180. فاطرحي زي ما انت كنت بتقول، هتطرحي ديت من ديت هتطلع لي 180. هي الطريقه اللي ميدو بيتكلم بيها دي طريقه الدكتور، بس طريقه الدكتور لما قعد يتكلم بقى في المحاضره يعني معظمنا كلنا تاه. فاحنا قلنا ايه، نشتغل بالطريقه السلسه اللي احنا دايما بنشتغل احنا بيها. خليكي شغاله على النظام القديم بتاعك لو انت دي تايهه منك. تمام. تمام. يبقى انت هنا دلوقتي لو طرحتي اللي هو 141 من ال 321 هتطلع هنا بكام؟ 180. 180. طب مش عاوز لا اطرح ولا اجمع، يبقى احنا هنا متفقين ان الفرق ستاندر وثابت ولا لا؟ ثابت 180. ثابت 180. طيب رحنا في اللي بعد منها، لقينا بيقول لي في اللي هنا في الانحرافات المرصوده اللي هو رقم 3، الجزء او الرقم 3 الناتج بتاعه كام؟ فهنا بيقول لي بما ان وانا مغمض عينيا، الراجل اللي هو 180 اللي هو احمد ابو مالك دوت، ابو 180 ده راجل محترم، ده راجل كويس وما بيكذبش. طالما 180 يبقى الارقام بتاعته دي فيها غلط، تنزل زي ما هي. تنزل زي ما هي، ما نكسرلوش كلمه. تمام كده، الراجل ده محترم. 180 اهو. يبقى هنا كان الامامي بتاعه 209 اهو، الامامي 209. هنا كان الخلفي 29، يبقى انا اروح اكتب له الخلفي هنا 29، لان في النهايه هما الاثنين ادوني الفرق واحد 180 اهو. يبقى هنا هحط له كام؟ هحط له 29.4 في الحته دي. ها، كده احنا شلناه. طيب لو عبينا نعملها بالمعادله، 209 ناقص كام؟ 180. صح كده ولا ايه؟ اهو تطلع برضو بكام؟ ب 29.4. واضحه كده للناس؟ دي طريقتين. تمام. تمام. هنروح في اللي بعد منه، 109. هنا الفرق اول حاجه عينيا بتروح بتيجي عندي على مين؟ على الفروق. الفرق 179. لا الراجل ده كذاب،
الراجل ده في رقم من الرقمين دول طلع عنده غلط، تمام كده. فبيروح جاي عامل ايه؟ بنروح جاي عارفين وهو طالب مين في رقم مقترب اللي هو الخلفي. كنا بنعمل ايه؟ بناخد الكبير ونطرحه من 180 يدينا ايه؟ يدينا 86.14. لا سوري معلش، هنطرح ده اهو من ده اهو، هنطرح اللي هو 265 من ال 180. ليه انا بطرح وبراجع وراه؟ لان هو جايبها لي هنا 179، يبقى الراجل ده كذاب، تمام كده. فهروح جاي طارح ده من ده، هيديني كام؟ هيديني في الشكل رقم 4 لحد لو حد عاوز يجربها هتطلع معاه ب 85.44 اللي هو رقم 4 ده 85.44. كل اللي احنا عملناه ان احنا طرحنا 265.44 من 180، راح جاي مديني ده. عشان هو هنا مديلك الفرق 180، انما لو هو كان مديلك الفرق 179 يبقى هتاخدها هي 86.14. بالظبط كده. ده في حاله ان كان ايه 180، ده اللي المصحف بيقول. في حاله ان هي كانت 180 كنت انت هتاخد الرقم ده تنقله هنا. لو 179، يعني لو هو الفرق هنا موجود عندنا 179 وهو بيقول لك يوجد لي الخلفي، هو مديلك 179 وعايز توجد له الناتج الخلفي، انت ممكن بالنسبه لك هتجمع ال 180. لا هو مديلك الفرق ثابت هنا هو موجود عندك، يبقى انت هتشتغل على الثابت بتاعه. هتاخد الامامي وهتاخد الثابت اللي هو الفرق ده، يعني فرق الامامي والفرق، وتقوم الاثنين طرحهم من بعض هيديلك الناتج اللي في النص اللي هو المفروض بكام؟ 86.14. انما هو مديلك هنا 180 الفرق بتاعها ثابت، يبقى هتاخد الامامي وهتطرح منه ايه؟ ال 180 ده هيديلك اللي هو بالظبط. ايه؟ ال 85 بقى، مش ال 86.14. هيديني 85. لو رحنا على الطريقه بتاعت ميدو هنلاقي بيقول لك ايه؟ لما كان بيشيل من الدقائق هنلاقي هنا شفت كانت كام قبل ما يصححها؟ كانت كام؟ كانت 86 دقيقه. لما شال منها الدقيقه، تمام كده، راح جاي ايه؟ شال منها من الدقائق دقيقه، وشال من من الثواني كمان اهوت، راح جاي مديله كام؟ 85. شال منها كده نص دقيقة. قسم الفرق بالظبط على الاثنين، شال نص هنا حط نص هنا اهو، وراح جاي حاطه هناك. ليه حطه هناك؟ لا يا هندسه احنا كده هنتلخبط، خلينا لان في التقليد. ما هو انا مش عاوز اقول لك بالطريقه بتاعت الدكتور، انا متعمد اقول لك بالطريقه السهله، تمام. طب نرجع للحته اللي احنا كنا بنتكلم فيه. في حاله الفرق اصغر من 180، في حاله الفرق اصغر من 180 كنا بنعمل ايه؟ كنا بنصغر الصغير ونكبر الكبير، بنصغر الصغير ونكبر الكبير. الصغير اهو 86، لما صغرناه بقى 85. لو الفرق اصغر احسن من 180 بنكبر الكبير ونصغر الصغير. لو اصغر من 180 ما انت في حالة الفرق لو اصغر من 180 بنكبر الكبير ونصغر الصغير. الكلام ده لو الفرق اكبر. ما هو ده انا قلته اللي هو ايه، بس انت قلت انت عكست عكس كلامي، بس انا دايما ماشي على طب ستاندر اللي هو هندسة بعد إذنك يعني، بعد اهو. إذنك هندسة في حتة تانية أنا كنت بحسبها بحتة تانية يعني. أنا كنت بحسب مثلا 265 وأطرح منهم 86 كان بيطلع لي الناتج، وهكذا. ما هو ده احنا شغالين يعني عليه. أحسن ما مثلا يعني في ناس ممكن تتوه معاهم أكبر الكبير وأصغر الصغير، دي تتوه معاهم. لا يعني الصغير أجمع. لا اسمع كلامي. احنا شغالين بطريقه الطرح اللي انت بتقول عليها، احنا ما احناش مختلفين، ولكن عشان ااكد لك ان انت كنت صح، احنا الاول امشي معاه واحده واحده كده بالراحه. احنا قلنا هنا 79، يبقى الراجل ده راجل كذاب. طب احنا عاوزين ايه؟ نصحح الكلام ده، نحطه في الحركات المصححه. عملنا ايه؟ الطريقه اللي انت بتتكلم عليه 265.44 طرحناهم من هنقص 180 منهم 180 يطلع الناتج بكام؟ يطلع ب 85.44. استنى يا عم، انا عاوز اكد على كلام، انا راجل شكاك وبشك في نفسي. هتعمل ايه؟ كان القانون هناك بيتكلم في السؤال بيقول لي ايه؟ لو خد بالك معايا يا ابو مالك، انا هقول ايه عشان احنا الاثنين بنقول صح بس احنا بنقول عكس بعض. فطالما اصغر من 180 صغر الصغير وكبر الكبير. ابو مالك قال ايه؟ كبر الكبير وصغر الصغير. صح، هي دي اللي صح. ولو الفرق اكبر من 180 نصغر الكبير ونكبر الصغير. الله ينور عليك، بالظبط كده. طب كلامك ده طلع صح ولا ما طلعش صح؟ لا طلع صح. ليه؟ لان انا كان عندي الصغير هنا بكام؟ ب 86. لما انا صغرت الصغير اصغر من 180، لما انا صغرت الصغير يطلع لي اصغر رقم في الاجابات تحت. الحته دي جديده عليكم اهي، تمام كده، وما اتقالتش كمان في الرومات اللي كانت بتاع دفعه 8 اللي هي ايه؟
انا هروح هنا اختار اصغر رقم. ليه يا عم بتختار اصغر رقم؟ من الناس اللي قدامك كلها اولاد ناس وحلوين ومحترمين اهوت. يا عم صغر، مش احنا قلنا اصغر من 179 او اصغر من 180 بنصغر الصغير؟ طب ما هو يبقى انت هتاخد اصغر رقم عندك اهو، اصغر من الرقم اللي كان موجود في الخلفي اهو، ما ده 86، يبقى انا هصغره لان هو بيحتاج مني الخلفي، فانا هصغر الخلفي. يبقى الخلفي لما يصغر خد اصغر رقم. هنا بيقول لي 86، ما صغروش، هو كده صغره، هو بنفس الرقم 180. مش هو كان محولها لي دقايق وساعات، لا مش هي برضه. طب اللي هو الرقم دي ده كبر، ده بقت من 265، لا 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 يا عم. فانت عشان تتاكد من اجاباتك خد اصغر رقم، خد دي من غير معادلات خالص برضه اهي، خد اصغر رقم. طالما انت 179، ما انت اصغر من 180، يبقى انت هتصغر مين؟ هتصغر الصغير. يبقى الصغير كان بكام؟ كان ب 86، بقى بكام؟ ب 85. ايه رايك في الحته ديت؟ وهي نفس الطريقه بتاعتك. انت قلت ايه؟ هنطرح 265 من 180، صح كده؟ اهو. طب انت لو رحت بالاجابات خد يا عم الصغير اصغر رقم وخده خلاص، ما توجعش دماغنا وتصدعنا، صح كده؟ اهو. احنا قلناها باربع خمس طرق كده، كلنا متفقين. خلينا ماشيين على الستاندرد بتاعنا اللي انتوا بتطرحوا كل ده طرح، ما عدا واحده بس اللي انت هتجمعها، اللي هي مين؟ اللي هي جايه، اللي هي كانت ده اهي، تمام كده. ومن غير ما تجمعها، من غير ما تجمعها، اللي هو رقم 5. رقم 5 بيقول لي ايه؟ ان الحرفات المرصوده الراجل جابها لي مره ب 317 ومره جابها لي ب 137، بس خد بالك ان الفرق 180. 180 افتكروا في الامتحان 180 ده مين؟ المهندس احمد ابو مالك، الراجل اللي ما بيغلطش، الراجل اللي ما بيكذبش اهو. 180 خد ارقامه زي ما هي، يبقى هتطلع هنا رقم 5 بكام؟ انا عاوز الناس اللي تتكلم بقى، رقم 5 يطلع بكام يا جماعه؟ الامامي 317.5. عشان الفرق كام؟ 180. 180 ثابت اهو. يبقى خد اللي هي ارقامه المناقصة. بالظبط كده، خد ارقامه وانت مغمض اهو. ما هو لو الفرق ثابت 180 يبقى احنا كده لازم ناخد الرقم زي ما هو بالظبط. بالظبط كده، تمام كده. الامامي لما كان كبير والخلفي كان صغير وهنا ثابت 180، هو ايه دي الحاله الوحيده اللي عمل فيها ايه؟ راح جاي جامع الصغير على 180 ده اهو جمعهم على بعض، راح جاي مديالي الرقم ده اللي انت كده كده اصلا انت جبته من غير لا تطرح ولا تجمع، ما هو الراجل 180 اهو. تمام، سهله بالنسبه لكم. نرجع للي احنا بنقوله. الحمد لله على ابعتها لك السلامه على يا الواتساب. مهندس. الحمد لله على السلامه. لا من غير ما تبعتها، نيجي بقى هنا ماشي يا منين؟ هندسة. تعالى ما اروح نجيبها لكم من اهو، عشان تبقى الناس كلها دماغها حاضره معانا، وعشان الناس تبقى ايه؟ تبقى شايفه احنا بنعمل ايه اهو، عشان ما تتوهش اهو. اهو انا عندي قطعه ارض حاله ابوها مطينه بطين ماشي، لا مستطيل ولا جايه مربع ولا جايه نيله، داخله عامله لي الترفس بتاعي اللي هو المضلع بتاع الشكل المضلع ده. تمام، هعملها ازاي؟ كان جاي لي سؤال فوق لما احنا كنا بنقسمها لمثلثات وشبه منحرفات اهو، بتقسم الارض بتاعتك اللي هي غير منتظمه لايه؟ لمثلثات وشبه منحرفات. راح جاي الراجل مقسمها لي باسهل طريقه. تمام، راح جاي لما قسمها لي بالطريقه ديت، عمل فيها خطوط اهوت، جه على كل الاجزاء قطعها اجزاء. انت يا عم محمد خد الجزء رقم 1، ابو مالك 2، ميدو خد رقم 3، 4 خد، بدا يدي كل واحد حته، قسم الارض بتاعته اهو، وراح جاي محولها لي. لما جه بص في الشكل النهائي لا، طلعت ايه؟ طلعت مره مضلع، مره شبه سوري مره شبه منحرف اهو، ما ده شبه منحرف وده منحرف، ومره مثلث ومره شبه منحرف ومره مثلث. الراجل بيعمل ايه؟ بيجي على كل قانون شبه المنحرف ويجمع الحساب بتاع المساحه بتاعت شبه المنحرف بتقول ايه، وهنا المساحه بتاعت شبه المنحرف، ويجي المساحه بتاعت المثلث. لما يجمع كل دول بالقوانين بتاعتهم كده، اوجد المساحه بتاع كل قطعه هو كان مقسمها، ويروح جاي في الاخر جامعهم على بعض، يقول لك يبقى الارض بتاعتك مساحتها كذا. يا ابن الجنيه انت استاذ ازاي؟ ده كانت داخله في بعضها يمين في شمال. نقول له احنا معانا المهندس محمد اسماعيل استاذ المساحه، ما 100 100 عملناها اهو. نيجي نمشي واحده واحده بقى.
هو جايب لنا الشكل ده في الامتحان وعاوز يحسب الشكل الاولاني، عاوز يعرف هنا بيقول لي ايه، بيقول لي انا عاوز مساحه الشكل الاولاني اهو، مساحه الشكل الاولاني، مساحه الشكل رقم 1، مساحه الشكل رقم مين؟ 1، عاوز مساحه الشكل رقم 1. مساحه الشكل رقم 1 بتيجي ازاي؟ قانون شبه المنحرف، فاكرينه لما كنا بنقوله في المتعدد في البابل شيت فوق، كنا بنقول ايه؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. في الارتفاع. ايوه، ولما قلنا اجمع القاعدتين واقسمهم على 2، هي معنى كلمه نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. طب تعال نشوف الكلام ده صح ولا لا. عشان الحته دي عايز افهمها بس. تمام، نخش عليها بالراحه. احنا عندنا هنا الارض بتاعتك ما كانتش منتظمه عمليه، ارض مخربقه بص داخل، ما هي اللي قدامك دي على فكره مش رسمه، اللي قدامك دي ارض، والارض حالتها مش لا هي مستطيل ولا هي مربع، واحنا عاوزين نجيب المساحه بتاعتها، ده عليها نزاع، عليها ورث، وكل واحد عاوز يعرف يطلع بقد ايه، بس الاول نجيب مساحتها قد ايه. طب انا هجيبها ازاي؟ ما هي مش طالعه منتظمه قدامي، لا انا عارف اقيسها لا بمتر ولا بميزان ولا بنير. فراح جاي واخد حته الارض بتاعته وراح جاي مقسمها لي لايه؟ لمثلثات وشبه منحرفات. وبعد ما قسمها لي ده شبه منحرف وده شبه منحرف وده مثلث وده شبه منحرف وده مثلث، بيجي على كل واحد من دولت، وكل واحد من سنه اولى واحنا في ابتدائي كان ليه قانون، مساحه المثلث بتساوي ايه ومساحه الشبه المنحرف بتساوي ايه. مساحه شبه المنحرف اللي هو كان بيقول لك ايه؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع، نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. كانت جايه في السؤال في السؤال اللي كان فوق، لما قال لك المساحه بتاعت الشبه المنحرف بتساوي ايه، قلنا بنقول له نص ايه؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. طب ما تيجي تطبق القانون، نطبق القانون هنا. انا عندي انا اسف. بتقول ايه؟ معلش برضه ثواني، معلش انا اسف اللي قطعتك يعني. لا ولا يهمك، بس هبعت لكم صورة القوانين الثابتة، يعني هبعتها لكم على الجروب دلوقتي. ايوه الله يبارك لك، لان دي هتجي لنا ايه هيجي لنا في الامتحان على شويه حلوين. يبقى كله معاه قوانين كده، يبقى عارف القوانين. يعني مثلا من غير آلة حاسبة مثلا يا حسام، لو انا عايز اجيبها أيوة. وانا قاعد في الامتحان كده، القاعدة الأولى مثلا 85 والتانية 80، يعني مثلا نقول إيه 22 ونص زائد 40 في 80 زائد 35 أنا آسف في 80. انت عملت انت خدت نصهم على طول صح؟ نص على طول. الله ينور. يبقى انت كده هتبقى يديني الناتج، المفروض كده يديني الناتج لما مثلا 22 ونص في زائد 35 على في 80، يبقى كده المفروض يديني النص، يديني الناتج بتاعي ايه اللي هو رقم 1. دي طريقه الناس العباقره اللي ميدو عمل بيها دي. هو بيقول لي نص مجموع القاعدتين، بدل انا حسام بقى عشان انا راجل دماغ على قد حالي، فرحت جاي عامل ايه؟ رحت جاي مع ال 45 زائد ال 70 ورحت جاي قاسمهم على 2، طلعوا لي رقم، الرقم ده اللي هو مين؟ اللي هو نص مجموع القاعدتين، ما دي قاعده ودي قاعده، تمام كده نصه. ميدو راح جاي قال لك لا يا عم، طب ما هو نص ال 45 انا هعملها في دماغي اللي هو 22 ونص، وده ونص ال 70 مش عارف طلعت 35 او 35، فرحت جاي واخدهم على بعض ورحت جاي ضاربهم في الارتفاع. طريقه سهله، طريقه سهله للي عاوز يمشي ايه، اللي دماغه بتبقى حادفه على طول في الرياضه حلو كده. لكن الناس اللي شكل حالاتي بقى تعمل ايه؟ بقول نص مجموع قاعدتين، تمام اهو نص مجموع قاعدتين في الارتفاع. فراح جاي الراجل عامل هنا ايه؟ اهو مساحه شبه المنحرف 45 جمعها مع القاعده الثانيه 70 جمعها على 2، الناتج اللي هيطلع ده معناه ايه؟ نص مجموع القاعدتين اللي ميدو جابها في خطوه واحده، نص مجموع القاعدتين. فهمتوا الحته الاولانيه ديت؟ نص مجموع القاعدتين، تمام كده؟ حد لسه مش عارفها نتك على تاني الحته الاولانيه ديت عشان ننقل على غير نعيدها تاني. عندنا هنا بيقول لي اوجد مساحه الشكل. ماشي تاني معلش. تاني وطلع آلة حاسبه معاك، تمام؟ احنا عندنا قدام نوعين اتنين، واحد شكل ميدو وواحد شكل حسام. ميدو راجل حلو في الرياضيات، تقعد معاه في الارض كده راجل شغال في الفراوله والحاجات دي يدرب لك الدنيا وهو قاعد 100 100. واحد شكلي بيروح جاي لا يقول لك انا همشي على القانون تاتا تاتا يا عم. اللي هو ميدو راح جاي قال لي نص ال 45، انا ما بعرفش احسب في الرياضه على فكره، نص ال 45 22 ونص وال 70 نصها 30، جمعتهم ضربتهم في الارتفاع 80 طلعت لي المساحه اللي جوه ده على طول. الله ينور عليك برنس. طب انا بقى حسام هعمل ايه؟ همشي على القانون،
القانون بيبقى لمين؟ للناس اللي زي شكل حالاتنا كده، اللي هي ما بتبقاش ايه، بتمشي خطوه خطوه. القانون بتاع شبه المنحرف نحفظه زي اسمنا، بيقول لي ايه؟ نص مجموع القاعدتين. نص مجموع القاعدتين اللي هو كام؟ 45. ما هي دي قاعده، الالف ب دي قاعده، وده اهي لحد الجيم قاعده. تمام كده؟ تمام. يبقى الراجل راح جاي عامل ايه؟ اهو 45 القاعده الاولانيه زائد القاعده الثانيه 70 على 2. ليه يا عم على 2؟ مش انت يا عم لسه في القانون قايل لي نص مجموع القاعدتين؟ ما انت لما تقسم على 2 هتطلع لي النص اللي ميدو جابها في لانشه كده في خطوه. تمام، واصله لكم ديت؟ 45 زائد 70 على 2، يبقى انا كده جبت الخطوه الاولانيه من القانون، نص مجموع القاعدتين. تمام، يبقى 45 زائد 70 على 2، يبقى دي اسمها ايه؟ نص مجموع القاعدتين. حلو، طلعت معايا برقم، الرقم اللي ميدو طلعه على طول في دماغه ده، راح جاي ضربه في مين؟ في الارتفاع. الارتفاع عنده هنا كام؟ 80 اهو. احنا هنا بنشتغل ملونه لكم. الراجل في الامتحان كان عاوز مين؟ قال لي انا كنت اهو. الراجل كان عاوز المساحه بتاعت الجزء ده اهو، كان عاوز الجزء ده اهو المتلون ده اهو بس اهو. الراجل كان عاوز الجزء ده يا جماعه، تمام، اللي هو رقم 1. المساحه بتاعته كليه بتاعته بتيجي ازاي؟ ده اللي قدام عينكم ده مثلث ولا شبه منحرف؟ لا ده شبه منحرف يا هندسه. طب قانون شبه المنحرف بيقول لي ايه؟ بيقول لي نص مجموع القاعدتين على الارتفاع، سوري، نص مجموع القاعدتين في الارتفاع، نص مجموع القاعدتين في الارتفاع اهو. يبقى انا هروح جاي القاعده الاولانيه 45 زائد 70 على 2، انت كده طلعت نص مين؟ مجموع القاعدتين بتوعي. 45 زائد 70 على 2، نص مجموع القاعدتين. حلو قوي، طلع رقم. الرقم اللي انت طلعته اضربه بقى، كمل القانون يا راجل، ما تبقاش بخيل. في الارتفاع، الارتفاع هنا بكام؟ ب 80. يطلع معايا الناتج كام؟ 4600. ودايما بتطلع بالسنتيمتر مربع. الكلام ده صح في البنك هناك ولا مش صح؟ الكلام ده صح يا هندسه اهو، 4600. تمام كده اهو، 4600. صح يا جماعه كده؟ حلوه. زي الفل. سهله جميل، 100 100. نخش على اللي بعد منها. معانا يا مهندس محمد، عشان انت اللي كنت مظبط الارقام. هنا بيقول لك ايه؟ عاوز يخش على الشكل الثاني. الشكل الثاني عاوز يعرف المساحه بتاعته. الشكل اللي قدامي ده شبه منحرف. شبه منحرف، شبه المنحرف ليه قانون. القانون بتاعه بيقول لي ايه؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. انا عاوز المهندس حسن يحلها. يلا واغلط، اغلط براحتك، احنا قاعدين اهو مع بعض، ما قلناش حاجه، احنا قاعدين. احنا كده هنضرب، هنعمل هنعمل قانون شبه المنحرف اللي هو نص مجموع قاعدتين في الارتفاع، تمام. اللي هو ايه؟ اللي هو نص ال 55 ماشي. زائد زائد نص كام؟ نص ال 115 ولا النص؟ لا، ده ال 115 دي ارتفاع، صح؟ اه م. اه 55 نص ال 55 ونص ال 70 على في ال 115، في صح؟ ال 100. لا هنا مش هنقول 115. هنا بقى ايه؟ عشان هنا 189. لا هو بص، انت الحته الاولانيه جبتها صح، الحته الثانيه مش هنلوم عليك فيها. ليه؟ لان هو ال 115 دي يا جماعه، نقفل كده المايك. ال 115 ديت قصده ان من عند نقطه من الف الصفر لحد 115 لحد اللي هي ايه البوينت ال 115 الثانيه، فانت تنقص اللي منهم ال 80 اللي انت خدتهم الاولانيين. الله ينور عليك، لان هنا دي مين؟ هو جايب لي ال 115 ده اهي، النقطه ده اهي لحد اللي هي القاعده ميم، دي القاعده ميم اهي، دي لحد هنا 115 من عند الصفر ده اهو، وهو ماشي كده اهو 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 لحد هنا، ده 100 وكام؟ 115. ايه ده؟ ده لسه فاضل جزء اهوت بره الليله دي كلها في شبه المنحرف. طب اجيبها ازاي؟ فراح جاي الراجل عامل ايه؟ الجزء ده اهو من عند اخر الشبه المنحرف بتاعه، دي النقطه ديت 147 ونص. تمام كده؟ هيروح جاي طارحها من كام؟ من 80 المعلومه اللي انت لسه جايبها.
يطلع لي مين؟ لو انت طرحت ال 147 من اول هنا لحد الصفر لحد الالف ده اهو، تمام كده، من هنا لهنا لو طرحت منهم 80 يديك صافي مين؟ يديك صافي الحته دي بس لوحدها. اللي هو الارتفاع اللي انا هقسم عليه. ايوه اللي هو يبقى الارتفاع احنا ده. كده يبقى احنا كده نص ال70 زائد نص ال55 على في المجموع اللي هو 147 ايوه ناقص. انا فهمت كده قصدك، الله ينور عليك. يبقى انت هتروح جاي قايل 70 زائد 55 اللي انت كنت بتقول على نص ديت ونص ديت، 70 زائد ال 55 على 2 طلعت له النص اللي انت كنت بتتكلم عليه، في ال 147 ناقص ال 80 يطلع لي الجزء ده صافي لوحده. تمام كده، يطلع الناتج بكام؟ لو انتوا جربتوه على الآلة الحاسبة هتطلع ب 4218.75. الكلام ده صح؟ نتأكد ان احنا بنشك اهو. طلعت بكام؟ 4219. تعال نشوفها هناك بكام؟ 4218.75 اللي هو اقرب رقم ليها كام؟ اهو اللي هي 219. صح كده؟ وكده نعتبر جبنا الجزء اللي هو التاني، المساحة التانية ديت. طب استنى عليا بقى. انا استنيت اهو. لا هنقول ال 147.5 ناقص ال 80 عشان نجيب المساحة اللي عندنا هنا ناقصة ونقسم عليها. حلو قوي. بس كده تمام. بس كده احنا جبنا الجزء من الارض، يمكن نص الارض جبناه اهو. تمام كده؟ تمام. مم. تمام يا تمام. هندسه. 4218.75. ماشي، كل القوانين واحده الاول، وبقى اجيب المنحرفات لوحدها واجيب المثلثات لوحدها. تمام، احنا كنا ماشيين شبه منحرفات صح كده ولا ايه؟ جبنا واحد واثنين. مين هنا تاني في الرسم اللي قدامي شبه منحرف؟ انا فاضل عندي 3 و4 و5. مين تاني اللي فاضل؟ 4 كده اللي فاضل لك شبه منحرف. الله ينور عليك يا مهندس احمد، ده شبه منحرف اهو. الجزء اللي احنا هنلونه ده اهو، اهو ده شبه منحرف. اللي هو في ال 50 وال 25. الله ينور عليك. عشان نبقى خلصنا من مين؟ نفصصها حته حته كده، يبقى خلصنا من شبه المنحرفات كلها. اهو اهو. عاوز يجيب المساحه بتاعت ديت اهي. الراجل ابن الحلال ده جابها ازاي؟ الجزء اللي احنا ظللناه دوت باللون الازرق اهو اهو. عاوزين نجيب الحته دي بس لوحدها. هنجيبها ازاي؟ هنروح جاي رايحين قايلين له مين؟ تعالى يا باشا، اللي هو رقم 4 شبه المنحرف برضه، نص مجموع قاعدتين اللي هم كان كام؟ 50 و25. جمعتهم وقسمتهم على 2، 50 زائد 25 على 2. فاضل عندي مين؟ القاعدة بتاعتي. القاعدة بتاعتي هي لسه مش معلومة، ده هي. تمام، مش معلومة ليه؟ لأن أنا عندي هنا النقطة، احنا اتفقنا إن من أول هنا لحد هنا ده 147. طب والجزء ده أنت نسيته؟ ما هو ده داخل طبعا الأرض بتاعتي، نسيته؟ طب هنجيبه ازاي؟ هضطر اروح اخد مين؟ الخط الرئيسي الكبير ده كله على بعضه، تمام، اللي هو من اول الالف لحد اله. كان كام؟ انا عاوزكم انتوا اللي تقولوا. كان 205. كام؟ 205 205. الله ينور عليك، 205. ناقص انا منه عندي من 15. عندي 115. ال 115 دي اللي هي ايه؟ اللي هي من اول اله لحد مين؟ لحد النقطة بتاعتي ده هي. لا لا سوري، ال 205 اللي هو الخط من اول الف لحد لحد ه. النقطة اللي هي حسين. ايوه لحد النقطه اللي هي لحد النقطه مين؟ اللي هي ال 115 دهيت، اللي هي من النقطه الف ده ه. بس ما وصلتش ل 147، لا وصلت لحد النقطه مين اهو. تمام كده اهو، اللي هي نص الشكل اللي قدامك ده اللي انا واقف عليه اهو. نلونها بلون تاني، نلونها بلون تاني اهو. اهو ناخد الاخضر ده من عند الالف اهوت. ليك نشيل شغال على نشيل مثلا نشيل. على الحرف، على ان هو الميم اللي تحت ده حسين، لو انت عايز تقول اهي 15. الميم اللي المهندس احمد بيقول عليها ده اهي. شفتوا الميم المسقط بتاعها؟ مسقط الميم 115 15 اهو. يبقى احنا بنقول من عند الالف لحد اله، الشريط الطويل ده كله امشي ورا القلم، من الالف لله 205. وعندي من الالف للميم اهو ووقفت 115.
يبقى انا لو طرحت ال 115 ده اهي من الشريط ده كله، اداني الجزء اللي فاضل كده يا جماعه، صح كده اهو. يبقى انا هنا قلت له بقى نص مجموع قاعدتين 50 زائد 25 على 2 مش مختلفين في الارتفاع اللي انا لسه عندي مش معلوم 205 كل ده 205 كل ناقص ال 115 ديت، يطلع الجزء بتاعي بتاع الحته اللي انا عاوز احسبها ديت اهو. نرجع اهي 50 زائد 25 على 2 في 205 ناقص 15 تطلع ب 3375 سنتيمتر مربع. نروح نشوف الكلام ده صح ولا لا. اهو رقم كام؟ رقم 4 اهو 3375 متر مربع اهو. يبقى الراجل ده ايه؟ ده تمام صح كده. عاوزين حد يحلها لنا تاني؟ مين هيحلها؟ يلا. بس معلش، هو احنا ودلوقتي هنحلها بنفس الطريقة كده يعني، نفتح أقواس ونقفل أقواس وقص ومقام والكلام دوت، ولا عادي؟ هو انت عشان لسه بتعملها داخل وتفتح اقواس؟ معلش. لا تمام. احنا هنا بنفتح اقواس ونقفل اقواس لان احنا عندنا هنا مجموعتين، مره بجمع ومره بضرب، فانا لو عملتها كلها في بعضها هتطلع لي ارقام غلط. فانت بتضطر انك انت تيجي على الاله الحديثه وتعمل ايه؟ اقواس او مجموعات عشان تقدر تفرق بين المجموعه ديت والمجموعه دي لوحدها، فالناتج يطلع معايا صح. الناس ممكن تعمل كده، وفي ناس تانية ذكيه شكل ما ميدو كان بيحسب هيعمل ايه؟ طب انا ممكن استخدم آلة طلع عاديه. كل حاجة لوحدها. انا اشتغلتها طلع زي طريقة ميدو بالظبط. اشتغلتها ايه؟ اقواس ولا اشتغلتها ايه؟ لا، اشتغلتها زي طريقة ميدو، نصصتها وطرحت بالظبط وضربت. بالظبط كده اهو. يبقى احنا عملنا ايه؟ 50 زائد 25. وقول لي انا صح ولا غلط. امم 50 زائد 25 على 2 في 205 ناقص 115، صح كده؟ صح كده. يطلع بس كده. الناتج. بس يطلع كده. الناتج. بس هنا بنتكلم في نقطة تانية. نحط هنا لو انا شغال بالآلة الحديثة وباخدها خطوة واحدة، انا بحط اقواس عشان افرق ما بين المجموعة دي والمجموعة دي. طب لو انا هعملها بطريقة ميدو، يا عم بتاخد كل حاجة لوحدها بآلة حاسبة عادية، ممكن تاخدها بالانصاص زي ما بيقولوا، او اروح جاي قايل 50 زائد 25 على 2 طلعت لي برقم كتبته في جنب، تمام، واروح جاي رايح عامل 205 ناقص 115 واحطها على جنب، وبعد كده اروح جاي ايه ضارب الرقمين اللي طلعوا في بعض يطلع لي الناتج. ايه اللي معاه الاله دي واللي معاه الاله دي. تمام تضرب كده. المجموع اللي طلع لك من 50 على 25 على 2، تاخد المجموع ده وتضربه في الرقم اللي جنبه يطلع لك الناتج على طول. 55 اللي هي في رقم كام؟ في رقم 3 اهو. مش انا عندي دي القاعده، كنا لسه بنقول نص مجموع قاعدتين، مش انا جايبها هنا قاعده وجايبها هنا قاعده، يبقى دي قاعده صح، مش مختلفين اهي. نص القانون بتاعها بيقول لي نص القاعده في الارتفاع. طب ما انا عارف ان انا نص القاعده ده ممكن اجيبه زي ما ميدو ما بيقول على طول، وممكن اقول 55 على 2 كده انا طلعت النص. دي صح ودي صح. حلو كده. نروح لرقم 3 اللي هو نص القاعده في الارتفاع. رقم 3 بيقول لي ايه؟ 55 اللي هي القاعده المعلومه عندي بتاع المثلث اهي. نلون الاول المثلث اللي احنا عشان الناس ما تتوهش مننا، نديها لون، نديله لون. رقم 3 اللي احنا عاوزين نجيبه اهو، نخليه بقى باللون الاحمر. ربنا ينفخ في صوره الاهلي شويه. عاوزين نجيب الجزء رقم 3 اهو. اكتر من كده هينفخ في ايه يا حسين؟ ده هيجيب لنا شلل. يا ابو مالك، وانت عشان زملكاوي زعلان يعني ينفخ في ايه؟ يا باشا انا لا بحب الزمالك ولا بحب اهلي، بس ده هو سيد البلد. بس يعني الاهلي مش عايز اطلع بره النطاق، يعني هو اللي مسيطر شويه. ما هو احنا كنا، بس احنا املنا وطموحاتنا زياده، كنا نفسنا نفوز على ريال مدريد. هنعمل ايه بقى؟ خليكم انتوا في بني عبيد يا سيد البلد. ده حلم، ده حلم ده. انت جيت يا اخويا، انت جيت يا مرضان. انا موجود يا هندسه، بس قلت اسكت شويه لحد ما تخلص. احنا بنسعى عليك من بدري يا راجل. الحمد لله على حقك السلامه. عليا يا انت بتيجي هندسه، والله تودي، مقصر. عاوزين نجيب المساحه بتاعت الشكل رقم 3.
احنا كنا بنقول ان المساحه بتاعت المثلث نص القاعده في الارتفاع، نص القاعده في الارتفاع. طب انا القاعده بتاعت المثلث هنا عندي معلومه 55 اهي، تمام كده اهو 55 اهي. هروح جاي اعمل ايه؟ 55 على 2 عشان اخد النص. او لو انت شكل ميدو ما قلت نص ال 55 بعينيك طلعتها وعرفت تطلعها تبقى برنس، ما عرفتش اقسمها على 2 واكتبها في جنب. تمام كده. يبقى انا عندي 55 على 2 طلع لي رقم كتبته، طلع لي رقم. رحت جاي كاتبه هنا في الورقه بتاعت الاسئله بتاعتي في جنب اهو. ورحت جاي عامل ايه؟ في مين يا باشا؟ في الارتفاع. الارتفاع عنده اللي هو كام؟ الارتفاع هنا لسه مش معلوم، هو عاوز يطلع الجزء ده لوحده، الجزء ده لوحده، ده اهو اللي انا ماشي عليه ده اهو، اللي هو من عند الدال مسقط الدال للهه، ده مش معلوم اهو. الجزء ده مش معلوم يا جماعه، ده مش معلوم. هجيبه ازاي الجزء اللي مش معلوم اللي بندونه بالاخضر ده هو اهو؟ هروح جاي قايل له، احنا قلنا خلاص 55 على 2 في الارتفاع اللي هو كام؟ اللي هو 205 كل من الالف للهاء، 205 ناقص ال 105 ناقص كام؟ ناقص ال 147. 147 ونص. مش احنا كنا بنقول لحد هنا 147؟ 147 ال 147 الله ينور عليك، كله من الالف للهاء للدال اهو، من الالف للدال كان 147. لما طرحته من 205 طلع لي الجزء ده لوحده، فاضل لي حته بسبوسه في الطرف اهي، خدتها كلتها اهي. تمام. يبقى كده 55 على 2 في ال 205 ناقص ال 147 ونص، يطلع لي رقم. خدتها برضو لوحدها وقلت ال 205 ناقص ال 147 ونص، طلع لي رقم. رحت جاي كاتبه هنا، ورحت جاي في النهايه ضربت اللي كان طالع نص القاعدتين في الارتفاع اللي طلع لي برضو هي. هيطلع بكام؟ هيطلع بكام؟ ب 1581. تعال نشوف 1581. 1501 اهو 1581. تمام سهله صح؟ حد جرب الحته ديت؟ حد شافها طيب على الآلة طلعت مظبوطه ولا لا؟ احنا كنا مجربينها اليوم اللي فات، بس انا عاوز هم يعملوها بايديهم. ناقص 100 1000 1500 ممكن ثواني 1500. هو مساحه المثلث بيقول ايه؟ نص القاعده في الارتفاع. الله ينور عليكم. انا عندي هنا القاعده بتاعتي معلومه صح اهي 50 50. حلو قوي ماشي. على خلي 2 بالك على 2 في مين؟ في نفتح قوس ونقول لا 205 115. الله ينور عليك، عشان احنا 115 على طول عندنا من غير ما نحسبها. ماشي اهو، يطلع على طول الناتج. عسل قوي. يطلع بكام؟ 2875. 2875 اهو، طلع صح اهو. تعال نشوفها هناك طالعه في البنك كده. 2000 اللي هو رقم كام؟ احنا بنقول رقم 5 اهو، 2875 اهو. يبقى احنا ماشيين صح. طيب نرجع لمرجوعنا. جبنا احنا كده الاسئله بتاعتنا اللي كان عليها نزاعات ونيله وقرف، وجبنا مساحتها كلها. ابن الجنيه اللي عرف يجيبها ده جابها. هيعمل ايه بقى؟ ما تروح يا عم تجمع لي بقى كل الارقام اللي انت طلعتها دي. مش احنا كنا طالعين الشكل الاولاني ب 4600 حلو، زائد الشكل الثاني رقم 2 كنا مطلعينه ب 4218.75، زائد الشكل اللي هو رقم 3 كنا مطلعينه ب 1581.25، زائد الشكل اللي هو رقم 4 كنا مطلعينه ب 3375، زائد الشكل الاخير اللي انتوا لسه مطلعينه رقم 5 ب 2875، يساوي كام؟ تطلع كلها على بعضها بكام؟ 16650. صح كده؟ دي اسمها ايه؟ اهو اسمها مساحة قطعة الارض. انت كده مساحة قطعة الارض. تمام. مساحة قطعة، احنا كده جبنا مساحة قطعة الارض. هو عاوز بقى يعرف حاجة اسمها المساحة على الطبيعة. على الطبيعة بتيجي ازاي؟ لما جمعت وجبت التوتال بتاع كل الثلاثة اللي انت جبتهم دولت، اظن الخطوة الاخيرة اللي هي الثالثة دي مساحة قطعة الارض سهل. انت هنا بتجيب توتال الارقام اللي انت طلعتها بتجمعهم كلهم. مساحة قطعة الأرض دي اللي هي على الخريطة. ما فيهاش اي حاجة. ايوه نروح بقى نجيب المساحة بقى على الطبيعة نفسها.
تمام. بيروح جاي عامل لي ايه المساحه اللي كانت على الخريطه اللي انت لسه جايبها لي الرقم على كام؟ على 10000 اللي على الطبيعي. ده قانون ثابت، صح يا مهندس محمد اسماعيل؟ يا باشا ده قانون المساحه على ثابت الطبيعه بس اللي بتحول من الطبيعة على الأرض. مم. اللي بالظبط، الله ينور عليك. الجماعه بتوع المساحه عندهم قانون ثابت اسمه مساحه على الطبيعه. تمام كده، بيتحول من الارض على الطبيعه. القانون بتاعه دايما بتاخد مساحه الارض على الايه ال 10000 وراح جاي قاسمهم لي على بعض. حلو كده. في واحد، ما هو بقيه القانون كان بيقول لي ايه؟ في واحد على مقياس الرسم. مقياس الرسم ده اهو اللي هو برضه ثابته معاه. مقياس الرسم ده ثابت. تمام كده اهو. واحد على، تفتح القوس، واحد على 100 مربع اهو. تمام. هيطلع الناتج في الاخر كله بعد عاوزك تعملها بالشكل ده، اللي هي 16، اللي هي 16650 على 10000 في الواحد على واحد في 100، هتطلع بكام؟ ب 16600 وايه و50. أس يعني 2 في وراح الاخر جاي بيبقى يا هو نفس الرقم يا حسام. ها. يا حسام، خلي بالك هو الرقم حاطط لك هو أس نفس الرقم في 2 الاخر. على اللي هو 1 على 100 دوت. أس 2. ما هو احنا قلنا مربع عشان بيطلع لك بالايه؟ بالمتر مربع اهو. أيوه، وأنا بحسب أقول أس 2 ولا ما أقولش أس 2؟ عاوز ما تقول اس 2 بتكلمش على المتر قول. المربع يا حسام، أنا بتكلم اللي هو إيه، ده 1 اهي، على مقياس الرسم. ده اهو. بالظبط أه. اللي هو مقياس اهو. تمام أه. كده. هي اهي اهو. هتطلع معايا كام؟ لان هو بيضرب في مين؟ في واحد على واحد. ما هو كده هو نفس الرقم اللي هو على 100 متر مربع، هي نفس الكلام. هيطلع معايا نفس الرقم برضو اهو. طلع بكام؟ ب 16650. حلو كده، حلو كده. ماشي. هو الراجل كان هناك طالبها بايه يا هندسه؟ بالفدان تقريبا. نروح نشوف هو طالب ايه هناك. اه طالبها بالفدان يا هندسة. يبقى هتقسمها على 4000 تقريبا و200، صح كده؟ اه 4200 هيطلع 4 فدادين. لو احنا خدنا الرقم يا جماعه اللي انتم مطلعينه الناتج النهائي بتاعت مساحه قطعه الارض او المساحه على الطبيعه ده اهو، يعني انت ممكن تلغي الحته دي على فكره ما تعملهاش. انت هتاخد الرقم ده. تمام كده. حتى هو ما ذكرهالكش كمان هناك. تمام هيطلع كده. 3.96 يا حسام. لو انت قسمت ال 16650 على 4200، اه هيطلع 3.96. هنقربها للأربعة. ايوه ما إن أصلا اللي هي، الستة ديت هت إيه؟ الستة أعلى برافو الستة هنقرب عليك. بيها. اللي لان انت بتقول 96، اقرب حاجه ليها كام؟ مش 3. انت 4. بتقول 3.96، يعني خلاص الراجل فاضل له لانشا ويخش كده على الايه؟ على ال 4000. يبقى الراجل ده جاب المساحه التقريبيه بتاعته ايه؟ كام؟ 4000 فدان. سوري، جابها 4 فدادين. احنا عندنا 16000 اهوت لأن لما أصلا قسمهم. إحنا حاسبين على 4200 والفدان تقريبا 4247 حاجة زي كده، في كسور في النص. لا، 4200 تبقى حافظها رقم ثابت شكل اسمك جاي لك في الامتحان. طب لو انا بقى، ماشي. دي مش هتجي لك في الامتحان، مش جاي لك، بس احنا عاوزين ايه؟ نجاوب بما ان احنا ناس ايه؟ مهندسين مساحه. تمام كده. لو احنا قلنا احنا عاوزين، الراجل جه في جه هنا اهو. بصوا كده. بصوا السؤال اللي هو رقم 32 بيقول ايه؟ مساحه الشكل الاجمالي يكون نقط فدان. لا، ممكن نجود شويه احنا من وحي خام. مساحه الشكل الاجمالي يكون نقط، اللي هو كان الهكتار. حد فاكر الهكتار كان بكام؟ 10000 10000 تقسم على 10000 10000. هكتار. ايوه، يبقى انا لو راجل عايش في امريكا مانيش عايش في مصر، وكانت خالتك اسمها جيجي داخله في حته ورث مع عمك جيمي، فحبوا ان هم يتنازعوا عليه، فراح جاي عاوزين يطلعوا له بالهكتار، فراح جاي قايل له ايه؟ الرقم اللي انت طلعته على الهكتار اللي هو ال 10000 يطلع لك برقم، يقول لك ده الرقم ده كذا هكتار. فاهمين القصه ديت؟ هي ولا المعادلات اللي هي بتاعت المحاسبه بنت اللذينه دي؟ سهله. ان شاء الله. هم قالوا في رسمه، انا عاوز اتاكد من، انا كنت باعت لواحد يخش معانا النهارده احمد. انهي رسمه اللي جت هو قالوا لي الرسمه جت زي ما هي في الامتحان، والدكتور شد قوي على الرسمه دي. فالرسمه بيقول لي جابها لي بنفس الارقام، في حاله ان هو جابها بنفس الارقام، الارقام نبقى احنا حافظينها اهي.
باشمهندس حسام بعد إذنك، هو أنا لحد دلوقتي أنا لحد المساحة على المساحة على الطبيعة كويس. بعد كده بقى تمام، حلو. أنا عاوز لحد تجيب المساحة من الفدان يعني لحد كده انت تمام، اللي هي انت جبت لحد 16,000 فرقت معايا من 650 بعد صح؟ المساحة الطبيعة. بالدونم اللي هو 1000 اقسمهم على 1000 يطلع كذا ايه دونم. لو انت في دول الخليج الشيخ نواف اختلف مع الشيخه موسى، اختلفوا فطلعت بالايه بالدونم. احنا جبنا لك كل الناس اللي في الدنيا هم. تمام كده، احلى بكتير من المعادله. هي تعتبر مش معادله. لو بالهكتار هتلاقي طلع معاك مثلا 1.7 بالظبط كده، بس ما فيهاش اي حاجه. فاضل معانا واحده، وكان الدكتور كان بيقول لك لا، مش فاكر مين اللي كان بيقول لي، الدكتور قال لا مش هيجيبها. حد كان قال الكلام ده، صح يا اسلام ولا مين اللي كان؟ اللي هي دي نجيب دي تقريبا يا باشمهندس حسام قال كده. برضه نبص عليه. انا مستني بس لحد بكره هاكد لكم. انا هجيب حد اوري له الرسمه اقول له هي دي ولا انهي، لان هو بيقول لك جابها بنفسي زي ما هي بالظبط. بس يا باشمهندس حسام، الرسمه بقى اللي جابها لنا وقعد يرسمها بالخط الكنتوري مش جايه في البنك، ولا هي اللي لا احنا طلعنا منها مش جايه في البنك. ثلاث شبه منحرف واثنين مثلث؟ مش جايه. ما هي فعلا مش جايه في البنك. باشمهندس حسام، هو في البنك بتاع المنصه فيه جايب جزء مقالي، هل ده ملغي ولا ناخده في الاعتبار معانا ولا ايه؟ لسه قافل مع الدكتوره من ساعه، قالت مفيش مقالي. وامبارح قافل مع الدكتور احمد عادل قال لي مفيش مقالي. وفي الشؤون قال لي مفيش مقالي، امتحانكم اتحط خلاص بقى MCQ. المقالي نازل للناس اللي هي في مسافره بره مصر. طب الجزء اللي عندنا في المساحه ده تمام؟ في بنك المنصه نزل جزء مقالي، ده نكبر دماغنا منه نخلينا لحد ال 150 ولا يفرق معاك. عاوز تذاكره لنفسك عشان ممكن يجي منه سؤال، ممكن يجي منه حاجه. لا انا بسالك بدام الجزئيه خارجه خلاص هيجي اللي هو الجزء لحد الاختيارات، فخلاص انا هدخل نفسي ليه؟ كفايه عليا الجزء اللي هو الاسئله اللي انت بتشرحها دي كفايه. والدكتور كان اول محاضره كان قال لنا ايه؟ قال لنا لو انت عاوز تجيب امتياز البنك بتاعك ده كفايه يخليك تقفل الماده بنفس هو اساسا الاستاذ الدكتور المسؤول عن القسم اللي هو الدكتور اشرف ده. اما انا شايفكم سوري في الكلمه لما كان بيقعد يتريق علينا، فاكر انتوا بتوع تكاتك، انا عاوز اعلمكم. طب حد اتواصلت معاهم في الجزء الاخير بتاع المقالي؟ انواع مثلثات معلومه الزوايا، وفي مثلثات بتبقى معلومه الاضلاع، فكل واحده ولها حسابات بيشتغل بيه. لما بيجي يشتغل على الجزء الاولاني اهوت المثلث الف، تعالى كده نلونه مع بعض اهوت. ده الجزء الاولاني الف ب ه، الف ب ه، ده المثلث الاولاني اهو. عاوز يعرف المساحه بتاعه المثلث الف ب ه ده اهو. هنجيبها مع بعض. مساحة المثلث الأولاني اللي هو أ ب ه، هو فيه زاوية قايمة اهوت، وعرفنا إن إحنا عندنا في ضلع ب15 وفي ضلع ب20، صح كده؟ أهو قدامكم أهو، واحد ب15 وفي واحد ب20 أهو. بيجيبها إزاي؟ المثلث أ ب ه اللي هو نص في القاعدة اللي هي كانت نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة في الارتفاع، مش ده انتوا لسه جايبين بالقانون ده هناك؟ نص القاعدة في الارتفاع مساحة المثلث اهو، المثلث أ ب ه نص القاعدة في الارتفاع. القاعدة كانت عندك بكام؟ كانت عندي القاعدتين بتوعي اهوت، كان في عندي كام؟ سوري معلش، القاعدة عندي كانت عاملة 20 اهي، اللي هو دي القاعدة عاملة 20 تمام كده. الارتفاع عامل كام؟ عامل 15 اهو، ده الارتفاع بتاعه تمام. واحنا قلنا نص القاعدة اللي هي 20 ممكن زي ميدو ما قال نص القاعدة 10 على طول،
في كام؟ في 15 وخلصنا. لكن احنا حابين نعملها باللي هي نص، فبيروح جاي قايل النص تمام في 20 تمام في 15، يطلع المساحة بتاعته بكام؟ 150 متر مربع. تمام كده. ده المثلث الأولاني، ده سهل. طب دوت انا مش ممكن يا حسام معلش، مش ممكن اقول 15 زائد، لو انا بقى في اللي جاي لي مثلا، لان الارقام اللي جايه لنا في البنك غير الارقام اللي قدامنا في المحاضره. اه فاهمني؟ اه لو جينا مثلا قلنا 15 زائد 70 وهضربهم في 2 من غير ما اطلع الناتج مثلا. ما اصل 15 انت كده بتحسب بشبه المنحرف مش بالمساوي. بدل ما انا اجيب في النص والجو دوت. 15 زائد 20 انت كده بتجمعهم على الطريقه بتاعت شبه المنحرف. لكن المساحه بتاعت المثلث كانت بتقول لك ايه؟ نص القاعده في الارتفاع. القاعده اللي هي عندك 20 في الارتفاع 15، وكان النص احنا حطيناه في الاول اللي هو نصه، اللي هو نص ال 20 اهو. نص في 20 في 15 يبقى يطلع بكام؟ يطلع ب 150. يبقى ده المثلث اللي هو عندك اللي هو مساحة المثلث. لا انا مش بتكلم على كده. لو انا لو على اللي قدامك مثلا اقول 15 مثلا في 20 تمام على الاثنين. على الاثنين، تعال نجربها كده، غالبا ممكن تطلع. بدل ما لا انا هتيجي معاك غلط، عمرها ما تيجي، لا عمرها ما تيجي مظبوطه. طب جرب انت طيب. كده قسمت ال 15، انت كده طلعت قسمت ال يا 15 باشا مع 150 برضه. هتطلع انت ابني كده 50. اصل انت هي الحسبه واحده. انا شايفها في دي هتبقى الحسبه واحده. لو انا جبت 15 في 20 على 2 هيديني برضه هو الناتج واحد اصلا، بدل ما انا الف لفه كبيره ايوه يعني. ايوه، لان 15 في 20 بتعمل 300 على الاثنين تبقى 150. بس ايوه بس هتبقى برضه هي بنفس الطريقه اللي كان ميدو بيتكلم ده برضه في الاول. انا بحاول ابسط شويه الدنيا لان عشان لا حلو ما كده. تسحش يعني. في هو المسألة فعلا بص ساعة اول ما بص للقانون قال لك طب ما هي طب ما انا ممكن اروح جاي ضاربهم الاثنين وقسمتهم على اثنين، خدت النص. بس تريح دماغك. مم. الارقام مختلفه بقى عندك في البنك بتاع المنصه مختلفه شويه. هو مم. يعني هو مديلك 15 ومديلك 70. اه فاهمني؟ هيروح جاي قايلين اللي هو 15 في 70 على 2. امم هتطلع بدي. هي هي 150. هي نروح للي بعدها. اللي بعدها تقريبا هتلاقيها ايه؟ لفه شويه، لان هو هنا مديني ايه؟ مديني زاويه. هنا في زاويه معلومه اهو. تمام كده. يبقى عندي هنا في زاويه معلومه اللي هو مين؟ رقم 2 اللي هو ب د ه. ب د ه. ده كده. هو عاوز يعرف المساحه بتاع ده يا جماعه اهو. احنا شغالين النهارده على الهادي خالص اهو عشان الناس تبقى ايه برضو ايه. تمام اهو. اهو ده المثلث التاني اهو. راح عمل ايه؟ نص في ب د. ب د في د ه اهو. تمام كده. في سوري، ناقص مين؟ في هو بيقول لي ب د في د ه ناقص. يا دي ناقص، ده مفيش ناقص، لا مفيش سالب، معلش. يبقى ب د ب د في د ه اللي هو ده. تمام كده. في الجا احنا كنا قايلين اللي هي ايه اسمها صن على الاله، صح كده؟ الجا دي ده ثابته اللي هي اللي هي بتاعت الزاويه. الزاويه. اللي هي الزاويه. الله ينور. اللي هي الزاويه اللي هي ال70 اللي هي الجا. بتجيبوها منين؟ من الاله. هتلاقي في كلمه، نفتح الاله ونشوفها هي اللي هي هتلاقي صن اهي. هي المفروض اس اي ان. هنا في الحاله دي انت بقى محتاج الاله الحديثه. فوق القوس على طول هتلاقيها في العيله، فوق القوس على طول. فوق القوس على طول
هتلاقي مكتوب قوس تان جنب منها على طول اس اي ان. تمام كده اهو. عملنا ايه؟ راح جاي حاطط النص اللي هو ملازمنا على طول، نص في اللي هي كانت كام؟ 25.6 في 22 اللي هي ديت اهي. تمام كده. في اضغط الجا واكتب 70 عشان هو مديني هنا الزاويه ب 70. يبقى تروح انت عامل فيه ومتك على مين؟ على الاس اي ان اللي هو السان او الساين. تمام. وتكتب جنب منها 70 يديك الرقم دوت على طول. تيجي نجربها كلنا مع بعض على الآلة. يلا بينا يلا بينا. 2 في اهوت 25.6 كام؟ 25.6 في 22 في اضغط صم. الصم راح جاي فاتح له قوس، حاطط في منها مين يا باشا؟ اهو حطيت لي هو هنا الزاويه بكام؟ ب 70 ب 70 اهو. يطلع الناتج معايا لوحده على طول 264.61. 7 اخر 3 ارقام هي هي برضه الزاوية دي مديها لنا كام في المسألة يا حسام عشان انت مديها لنا 7 مخفيها مش باينة؟ اهي مديها لنا 7 70؟ 70 معلش 70. طلعت بكام؟ 264.6 صح كده؟ بس تمام. 264.617 بالظبط كده صح. ايوه تمام. هي يا صلاة النبي اهو. هنروح نجيب بقى الاخير ده هو اللي رزل شويه، اللي هو كان مين؟ اللي هو كان عندي المثلث ب ج د في ضلعين معلومين وما فيش زاويه. اللي هو معلوم الايه؟ معلوم الاضلاع. معلوم الاضلاع. الاضلاع بتاعته كلها معلومه. اللي انا عندي ب ج ب 21 وج د ب 17 ود ب 25.6. ده اسمه مثلث معلوم الاضلاع اللي كان جايب القانون بتاعه فين؟ في بتاع البنك فوق اهو. المثلث معلوم الاضلاع بيروح جاي عامل ايه ابن اللذينه ده؟ جامع لي الثلاث اضلاع وقاسمهم على 2 اللي هو النص. تمام كده. عمل ايه اهو؟ جمع لي الثلاث اضلاع قسمهم على 2 طلع رقم. راح جاي واخدهم بجيب فتح ده. العلامه. ايوه تمام كده. انت وصلت لحد فين؟ خلي بالك ده سهل سهل جدا مفيش اي حاجه. يبقى احنا طب الاولاني. تيجي نحلها مع بعض كده حسام، قول بس يعني اشرحها ونحلها مع بعض. كمل بس. تمام ماشي. احنا عندنا اللي هو ده ما فيهاش شرح بقى، دي سهله. انا عندي لما يكون مثلث معلوم الاضلاع اقول له شكرا انت برنس، ده انت مديهولي اهو. المساحه بتاعته كده انا جبتها وانا مطمن. اللي هي جت ازاي؟ راح جاي جامع لي الثلاث اضلاع اهو. اللي هو ب ج جمع وزائد ج د زائد د ب، جمعهم الثلاثه مع بعض وراح جاي قايل لي على 2. يطلع الناتج بكام؟ ما تقفل. فاضل 15 دقيقه ولا ايه؟ اه طيب هنكون خلصنا ان شاء الله. كده لما جمعت الثلاث اضلاع المعلوم اللي هو المثلث المعلوم الاضلاع، لما جمعتهم على 2 انا عايز النص، جمعتهم وقسمتهم على 2 يطلع الرقم بكام؟ 31.8. 31.8. بس حلو قوي. عاوزين بقى نجيب المساحه بقى بتاعت بالمتر المربع لكل ده كله. راح جاي عامل ايه الراجل؟ راح جاي مدخلهم لي تحت الجذر التربيع كلهم. الجذر عمل علامه الجذر وراح جاي واخد مين؟ الناتج اللي انت كنت مطلعه اللي هو ال 31.8 اللي انت لسه مطلعه ده اهو. تمام كده. وراح جاي فاتح قوس. تمام كده. وراح جاي دايما هتلاقيه ثابت معاك اللي هو بتاع المثلث اللي هو المثلث المعلوم ده. والمثلث المعلوم الاضلاع ده مشترك معاه. فراح جاي عامل ايه؟ 31.8 تحت الجذر. فتح القوس 31.8 ناقص ال 21 اللي هو كان مين؟ ال 21 اللي هو كان الضلع الاولاني. حلو كده. وراح جاي قافل القوس وفاتح قوس بعد منه. ال 31 ثابته معاك اللي انت مطلعها ناقص ال 17 اللي هو الضلع اللي بعد منه وقفل القوس وراح جاي فاتح القوس. 31 ثابته برده معايا ناقص مين؟ ال 25.6 اللي هو الضلع الاخير ده اهو. اهو ده. فهمت جاب القصه دي ازاي؟ اهو كلهم تحت الجذر اهو.
طلع بالناتج بقى المساحه بتاعته بالمتر المربع كام؟ 177.552. 177.52. صح كده؟ عرفنا احنا جبناها ازاي؟ بس هو انا مطلعها بوينت 55. بوينت 55 ما هو جايب اخر رقمين. انا مطلعها بوينت 52. بوينت 52 قريبه برضه، مش هتفرق معاك. تمام. تمام. فراح جاي عامل ايه؟ راح جاي احنا كده الاول نعرف احنا عملنا ايه، نراجع بسرعه كده مع بعض زي ما المهندس احمد كان بيقول. راح جاي عامل ايه في دولت؟ راح جاي ضاربهم لي الاثنين في بعض اللي هو في المثلث الاولاني خالص، معلوم الضلعين. راح جاي عامل ايه؟ راح جاي ضارب لي الاثنين وقاسمهم على 2، طلع الناتج 150. شكرا، الغي الاولاني، خش على الثاني. راح جاي ضارب اللي هو ب د في مين؟ في د ه. راح جاي قاسم، او راح جاي عامل بعد كده ايه؟ راح جاي ضاربهم في النص، وراح جاي ضاربهم في الجاه اللي هي الزاويه اللي هي 70 اللي هي الصم. طلع رقم. خلصنا من ايه؟ من التاني. تاني اهو، نص في اللي هو 25.6 في اللي هو الدال ه اللي هو كانت 22 في. راح جاي متكه لوحده على الجاء او على اللي هي الصم في الاله الحاسبه، وكتبت رقم الزاويه بتاعتي. راح جاي طلع لي رقم. شكرا يا عم، اكتب الرقم الثاني اللي طلع لي. يبقى احنا طلعنا المثلث الاولاني وطلعنا المثلث الثاني، فاضل المثلث الثالث. المثلث الثالث راح جاي عامل ايه الراجل ده؟ راح جاي واخد لي اللي هو ب ج دهوت، وراح جاي عامل فيه ايه؟ راح جاي واخده جمعه مع جمع ب ج مع ج د مع د ب، جمعهم لهوت مع بعض اهوت يا جماعه اهو. جمع لي الثلاث اضلاع لما يبقى عندي 3 اضلاع معلومه اهو. راح جاي جامعهم لي الثلاثه مع بعض اهمت، جمعهم لي، قسمهم على مين؟ قسمهم على 2. قسمهم على 2 اهو. يطلع الناتج معاه بكام؟ ب 3 بوينت حاجه. طلع ب 3 بوينت طلع كام؟ ب 31.8. طلع معايا 31.8. لسه ما خلصتش. راح جاي عامل ايه؟ راح فاتح علامه راح جاي كاتب لي الاول ال 31.8 بره الجذر، وراح جاي عامل جذر كبير 31 في قلب قوس كده ناقص الضلع الاولاني، قفل القوس. تمام. وراح جاي عامل ايه؟ فاتح قوس تاني غيره 31.8 ناقص الضلع الثاني 17، قفل القوس. وراح جاي فاتح قوس 31.8 ناقص 25.6 وقفل القوس بتاعه اهوت. كل اللي عمله ان هو طرحهم بقى، يطرح كل ضلع من الرقم اللي انت مطلعه. راح جاي مطلع لي في الاخر التوتال اللي هو 177.52 او بوينت 552. طيب احنا وصلنا لكده، احنا جبنا الثلاث مثلثات. عاوز يجيب الارض كلها، جمع الارقام اللي طلعها كلها 150 زائد 260 زائد 117، الثلاث ارقام اللي احنا طالعينهم، طلع لي المساحه بالمتر المربع. شكرا على كده يا معلم، والمساله خلصت. فيها حاجه يا جماعه؟ سهله صح؟ طب بس نراجع على قوانينها كده حسام، معلش يعني اطلع فوق كده معايا واحده واحده معلش. مش نراجع هنشرحها تاني، بس ايه تاكيدا لا للقوانين. تمام، براحتك اهو. تمام. يبقى هو لما يجيب لي في المساله مديني ضلعين تمام، وعايز الوتر الثالث، هقسم نص في القاعده، صح كده؟ ايوه، نص في القاعده اللي هي كانت معايا 6 كام؟ 28 ولا 26؟ مش شايف انت عندك فوق كام؟ اهو هتلاقي 20 و17. ايوه 20. نص في 20 في الارتفاع اللي هو 15. في 15 يديني الوتر اللي هو اطول حاجه في المثلث. حلو قوي. تطلع دي كده اول مثلث فيه. حلو كده انت جبته. ماشي تمام. المثلث الثاني لما بيديني ضلعين وزاويه وعايز اجيب الايه؟ القاعده بتاعته، صح كده؟ المثلث الثاني هو مديك ضلعين ومديك فوق زاويه. بالظبط. تمام. هتجيبه ازاي؟ يبقى انا هعمل نص في القاعده اللي هي كانت كام؟ كانت 22 ولا 25؟ لا كانت 22. 25 اطول حاجه في الماشي. هيبقى نص في القاعده. تمام. في الارتفاع اللي هو مديهوني ده. تمام. في ساين اللي هي الزاويه. ايوه يطلع لي الوتر اللي مش موجود عندي. حلو، هو طلع لك المساحه اللي هي بتاعته. حلو. بس ساين 70 برضه. الثالث اللي هو عايز مني